حاول يبدو أن هناك بديل أول في المباراة في الجانب الشبابي. فهد محمد موجود الآن في الملعب، وهذه كرة عالية وخطيرة، واللعنزي عبد الله العنزي في توقيت ممتاز. راس المرمى حتى الآن مدربين حراس مرمى الشباك عبد الرحمن القحطاني. مباراة ممتازة لهذا اللاعب. هذه الكرة ما كانت بالوضعية الممتازة، والسهلاوي بعد ذلك سدد واصطدد وعادت. وبقية الرفاق أن يحذو حذو سعيد العويران وبقية الرفاق الذين حملوا شعار الليث بشكل كبير وجميل. ولدينا طبعا علي عطيف الذي ينضم إلى الشقيق أحمد عطيف، واليوم الشقيقان يفتقدان طبعا اللاعب الكبير الآخر عبدو عطيف الذي كما ذكرت يغيب بداية. ضربة حرة مباشرة موجودة بالفعل. هذه كرة قوية ملعوبة، حلوة ملعوبة من وسط الملعب. اللاعب الشاب الصغير فهد محمد اليماني، والكرة موجودة الآن. يا سلام نقل الكرة والفرصة، وين بضيع فرصة السهلاوي الذي يحسب له. نجح بالفعل في الكرة الماضية في التقدم بهذه الصورة الجميلة، وواصل الطريق وتقدم للأمام وأرسل الكرة من أنه يستقبلها طبعا المباراة الأولى، ثم بعد ذلك يوم 22. هذه كرة خطيرة موجودة في المكان الخطير، والأورجواياني إخوان أوليفيرا قوم البلطان، والبلطان خالد البلطان كان ينتظر أخبارا سارة من جانب إخوان أوليفيرا، ولكن التنفيذ الاستقبال جميل. طلب الكرة بالطريقة الممتازة وفي المكان الممتاز، ولكنه تسرع بهذه الصورة، تسرع لفريق نادي الشباب، لأن الشباب حقيقة قدم أسماء كبيرة بالفعل على مستوى اللاعبين الأجانب. وعبد الله العنزي يتألق في الكرات الماضية. الآن أحمد عطيف، إبراهيم غالب، والتسديدة موجودة أيضا على المرمى من جانب الناصر. فريق نادي النصر سعد الحارثي يترك الملعب، وجماهير نادي النصر ربما تنتظر أخبارا سارة في الدقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. سعد الحارثي يغادر أرضية الملعب، وريان بلال اللاعب النصراوي هو من يدخل الآن لأرضية الملعب في الشوط الثاني من المباراة، وتحديدا في الربع ساعة الأخيرة من عمر وزمن هذه المباراة التي حتى هذه اللحظة لا زالت بدون أهداف. ربما في حديث عن التبديل هكذا يشاهد طبعا أعضاء مجلس الشرف لفريق نادي النصر، ويطيب الخاطر طبعا لناصر الشمراني في مباراة اليوم. حتى الآن التعادل، وهذه كرة موجودة وخطيرة الآن، وعبد الرحمن القحطاني والعرضية موجودة، والكرة خطيرة بالفعل، خطيرة، ووليد عبد الله يسيطر على كرة القحطاني المميز في مباراة اليوم. عرضية مثالية، وكان ينتظر حقيقة الكرة بشكل جيد أحمد عباس بعد ذلك هذا، ولكن حتى الآن طبعا لأن اللاعب الآخر عبد الكريم الخيبري لم يلعب. وهذه كرة خطيرة للنصر، كرة جول مرة القحطاني يستغل ويتقدم وينفرد ويسدد الكرة. هذا هو شخص المعني بالقرار، يعني القرار قراره في نهاية الأمر. لكن لا شك أن الروماني رازفان كوسيتش حقيقة الحاضر الغائب في مباراة اليوم عبد الرحمن القحطاني الذي قدم مباراة كبيرة يضيف شيئا يذكر، والأمر ينطبق على ماكين، والأمر كذلك ينطبق على اللاعب الذي ترك أرضية الملعب أوفيديو بيتري في التعادل السلبي لا تحبه الجماهير سواء في النصر أو في الشباب، ولكن الروح الرياضية عالية بين الفريقين على أرضية الملعب. أيضا نقاش من قبل رئيس نادي الشباب وكذلك من قبل رئيس نادي النصر لطاقم التحكيم برفقة أحمد الدخي. بالتأكيد الصورة واضحة لكم مع مخرجنا، بانتظار خروج لاعبي الفريقين من أرضية الملعب لأخذ ردة الفعل مباشرة بعد نهاية هذه المباراة. الكل بحث عن الثلاث نقاط، والنهاية كانت نقطة للنصر ونقطة للفريق الشبابي كأول تعادل سلبي في هذا الموسم في دوري زين للمحترفين. إذا متابعينا ننتظر خروج لاعبي الفريقين من أرضية الملعب لأخذ ردة الفعل مباشرة بعد نهاية هذه المباراة، بانتظار لاعبي الفريق النصراوي طبعا على أرضية الملعب. قد تكون التحية
لاعبي أو لجماهيرهم التي حضرت هذه المباراة. عبد الرحمن الدحيم مع الفريق الشبابي. عبد الرحمن تفضل.